بعد الفيديو ده هتقولي وداعا للباتيه والمولتو وكمان الكرواسون. هنعمل عجينه قطنيه هشه جدا، هنشكلها كلها دفعه واحده او مره واحده، هتنفع معاكي حلو وكمان هتنفع معاكي حادق، طعمها حقيقي ما يتشبعش منه. تنفع بقى معاكي فطار عشاء كمان للتفريز، وكمان لو كنا ايام المدارس فهتكون معاكي حل سحر، بديل حلو جدا واحلى كمان من الفينو. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. خليكم السلام عليكم. ويلا كده سريعا مع بعض. في بولة هنزل بكوبايتين الا ربع من المية الدافية، هنزل عليهم بكيس من الخميرة الفورية ما يعادل معلقة كبيرة، معلقتين كبار من السكر، ونقلب كويس جدا. بعد كده عدوا بقى معايا، نزلنا باول كوبايه كده من الدقيق واديناها تقليبه، ودي كمان تاني كوبايه وبرده هنقلب لحد ما تختفي، ودي تالت كوبايه ما شاء الله، وهنبدا برده نقلب لحد ما تختفي تماما معانا في العجين. العجينه دي بتكون طريه مش بتحتاج عجن معانا كتير، فلازم نمشي بالطريقه دي. حطيت كمان الكوبايه الرابعه وعليها كمان معلقه كبيره من الحليب البودر، ربع كوبايه من الزيت، وهبدا اشرب المواد الجافه للعجينه السايله اللي كانت موجوده جوه البولة. بعد كده هنديها خبطات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او هنرب العجين بمعنى اصح. لو انا ما عنديش حليب بودره تقدري تعوضي، احنا حطينا كوبايتين الا ربع من الميه، هنحط كوبايه حليب وكوبايه الا ربع من الميه. تمام كده. جنبي كمان دلوقتي كوبايتين الا ربع من الدقيق، هنزل بيهم شويه بشويه، بنزل نص كوبايه في نص كوبايه زي ما قلت لك، علشان العجينه في الاخر تكون معانا طريه، ما تاخدش وقت عجن معانا كتير، وفي نفس الوقت تكون مورقه وما تفرولش معانا بعد الخبز. لو قعدت معاكي شهر كده في التلاجة ان شاء الله ما يحصلهاش اي حاجه. انا بحط شويه بشويه زي ما انتوا شايفين، وببدا ان انا الم العجينه بتاعتي. ناخد بقى العجينه كده على الرخامه علشان ندمجها كويس جدا، وهحط تقريبا كان باقي اخر معلقه جوه الكوبايه، هحطها كده والف بيها العجينه. يبقى احنا كده اخدنا دقيق بالظبط 6 كوبايات الا ربع على المواد السائله اللي هي كانت كوبايتين الا ربع من الميه الدافيه. نمسك بقى العجينه نخبطها كده شويه علشان ندخل فيها اكبر كميه هواء. عايزه تاكلي عجينه حلوه جدا ما تفرولش معاكي، خدميها كويس، وده السر، ما حدش يقول لك كلام تاني. تمام. بعد ما يكون وشها املس وناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والعجينه مش بتلزق تماما في الايدين كده، خلاص هتكون خلصت معايا. هنبدا بقى نجيب البوله بتاعتها وندهنها دهنه زيت بسيطه جدا، واحط العجينه وكمان هدهن وشها من فوق دهنه زيت بسيطه زي الفل زي الفل. نغطيها بقى ونسيبها بالظبط 30 دقيقة. عايزين كده في اول خمورها نشتغل فيها. خلاص نبدأ بعد كده، عشان انا في الوصفة دي هحتاج قطاعة، فالقطاعة الستيل دي حاساها تبقى صغيرة، فهنعمل بديل كده يدوي في البيت مش مشكلة، اي غطا بلاستيك، وهبدأ اقص بس 3 جوانب، وهسيب الجانب الرابع ده اللي هيكون ايدي المساكة، ونسويه كويس جدا كده بحيث ما يكونش حتة طالعة وحتة نازلة. هو تقريبا يعني اكبر من مقاس الستيل حاجة بسيطة. عدت النص ساعة، الخمير ما شاء الله ده حجمه اتضاعف بالشكل اللي انتوا شايفينه. نديله بقى كده ضغطة حلوة، واحاول اخرج منه الهواء اللي كان موجود. تمام كده. بعد كده هنقطع الخميرة بتاعتنا او العجينة كده على جزئين، كل جزء كده هشكله واحد حلو وواحد حادق. اهم حاجة رشة الدقيق دي، لان العجينة تحت ايدك حرفيا عاملة زي حتة المارشميلو، كلها هوا طرية جدا، فمش عارفة اتعامل معاها كده، لازم رشة دقيق. وبعد كده هبدأ ان انا افرد. حطيت العجينة ورشيت عليها كمان من فوق كده رشة دقيق بسيطة، وهبدأ بقى بالنشابة كده افردها. اي حاجة مش مشكلة، تيجي معاكي مستطيل ولا دايرة ولا ايا كان مش مشكلة. بعد ما فردتها هنجيب بعد كده معلقتين كده زبدة كبار، وهنبدأ ان احنا نشربها بس ندوقها كده طعم الزبدة. ممكن احط سمنة، ايوه ممكن تحطي سمنة، ممكن احط زيت ممكن، بس السمنة او الزبدة طعمها احلى في المعجنات. خلينا نكون صراحة مع بعض. تمام كده. قفلتها بالشكل ده، واخر حاجة هرش رشة دقيق بسيطة جدا ومعلقة كده صغيرة من الزبدة، وخلاص كده هقفلها زي اسمه ايه الظرف كده مثلا. تمام. ومش هندخل تلاجة ولا نريح ولا نفرد طبقة تانية ولا اي حاجة، هي خلاص كده خلصت معانا. هركنها بس لحد ما اعمل العجينة التانية. رشيت برضو على الرخامة رشة دقيق، وهنا بفردها الاول بايدي كده اوسع لنفسي، وبعد كده رش الدقيق كده من فوق، وهنبدأ نفردها زي ما تيجي معانا. اهم حاجة تكون سمكها ما تكونش تخينة قوي.
وحتى لو تخينه مش مشكله، هنرجع نفردها مره تانية، مش قصه يعني. برضو حطيت لها كده معلقتين زبده، وهنا رشه دقيق، وبرضو معلقه زبده صغيره او سمنه زي ما قلتلك. ونبدا بعد كده نقفل الجوانب ونخليهم كده يسلموا على بعض زي الفل زي الفل. نركن بقى على جنب ونجيب اول واحده احنا عملناها، رشه دقيق كده حلوه، عشان رشه الدقيق دي اللي هتبقى سبب التوريقه اللي هتكون من جوه، فهي مش بس هتساعدني في الفرد، هي كمان هتكون عامل مساعد معايا. خلاص باجي كده من نص العجينه لبره، من نص العجينه لفوق، من نص العجينه لتحت، من النص للشمال ومن النص لليمين، لحد ما تتفرد معايا بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. لو هنقول مثلا نص سنتي، لو هنقول بالمقاس يعني اقل كمان من نص سنتي. تمام كده. بعد كده هشيل الجوانب، والجوانب دي مش هنرميها، هنبقى نحطها في العجينه اللي جايه. اول واحده بقى انا هحشيها حادق. عندك جبنه رومي مبشوره تمام، عندك جبنه فيتا حلو، جبنه اسطنبولي ان شاء الله، حتى شويه جبنه قريش، حته جبنه قريش كده، رش عليهم شويه كده من الزعتر وشويه من البقدونس او الكزبره وافرديها بالعجينه. هنبدأ بقى نلف كده رول تمام لحد النص ونقف، ورول الناحية التانية لحد النص برضو ونقف. المقطع ما تصورش وانا بقصها في النص، فهوريكم في العجينة الحلو عشان التليفون تقريبا كان فصل وانا مش واخدة بالي. هنا اهو رشة دقيق، وابدأ اطبطب عليها الاول كده بالنشابة، بعد كده من النص لفوق من النص لتحت تتفرد معاكي وبمنتهى السهولة، مش هتغلبي خالص ما تقلقيش. اشيل بقى الجوانب واحطها في العجينة من جوه، ما نرميهاش تمام، لان في الغالب الاطراف بتكون اخف من اللي جوه، فاحنا كده بنظبط العجينه كمان معانا. والحته اللي انا شلتها في العجينه اللي فاتت فردتها وحطيتها في النص. هنا بقى في الحلو لازم ان انا ادهن دهن الزبده كده بسيطه علشان الحلو معايا يسيح، اذا كان بقى شوكليت مثلا، او هنحط مثلا سكر مع شويه كاكاو اللي انت عايزاه. انا هنا كان عندي حته شوكولاته بشرتها بالشكل ده، ورشيت كمان عليها شويه كده من الكاكاو، وعشان الكاكاو طبعا بيكون خام ومر فهرش عليها برضو رشه سكر. ونبدا بقى زي ما انتوا شايفين كده نلفها رول على الحشو اللي موجود فيها، ونلف الجهه المقابله ونقطع في النص تمام. وكل بقى رول كده نقفله كويس جدا. وطبعا الجبنه الرومي مش لازم تكون غاليه، انا رحت البقاله اللي جنبنا دي فبيقول لي هانم عايز، قلت له هانم ايه بس اديني اي حاجه عندك، فقال لي في طبق كده مجهول الهويه وفي حته اقطعها لك مخصوص، قلت له انا احب مجهول الهويه، اديني الطبق الفل ده مش هيقول لا يعني، فما توقفيش على حاجه، والله احنا ماشيين بستر ربنا اصلا مش باقي حاجه تانية. المهم جبت بقى الرولات بتاعتي جوه الصاج، احاول ان انا اظبطهم، هغطيهم واسيبهم بالظبط 10 دقايق مش اكتر من كده. هنقول على بال كده بنسخن الفرن بتاعتنا. بعد ما عدى ال10 دقايق نشيل بقى الغطا بتاعه، ونبدا كده بالقطاعه اللي احنا عملناها. القطاعه الستيل ما نفعتش اصلا عشان كانت صغيره، هنبدا نقطع كده بالقطاعه البلاستيك. وانتي بتظبطي او بتقطعي حاولي تظبطي الرول جوه الصاج، لان زي ما هتدخلي الفرن هيطلع لك، مدخلاه باصص يمين هيطلع لك باصص يمين تمام. فنحاول ان احنا نخليه الرول كده مستقيم علشان يقب كده لفوق وينفخ معانا ويورق. بعد ما قطعته برضو كده بالقطاعه حاولت ان انا اظبط الجوانب بتاعته زي ما انتوا شفتوا معايا. اخر حاجه بقى هندهن الوش بتاعنا، يا اما بحليب ندهنه كده على طول، يا اما بيضايه مع شويه حليب صغيرين وفانيليا او خل، نقلب كويس جدا وندهن الوش زي ما انت شايفه كده. وبصراحه الدهان ده كان عندي من معجنات قبلها وكنت حافظاه في التلاجة، فالحمد لله ما خسرش ادينا بندهن. بعد ما خلصنا خالص شويه سمسم كده بقى على الوش، ونبدا نسخن الصاج بتاعنا. القمر ده شكله اصلا يفتح النفس حتى من قبل ما يستوي. هندخله الفرن بعد ما كنا مسخنينها كويس جدا، هنهدي النار لحراره متوسطه او على درجه حراره 180، ياخد بالظبط معاكي 30 دقيقه، مش هيحتاج شوايه ما شاء الله، هو هيحمر نفسه بنفسه. ولكن لو لقيت ان الجوانب احمرت قوي ولسه من فوق اصفر او ابيض، اقفلي تحته وشغلي الشوايه. وكده بعد ما خرج من الفرن بحط عليه كيس بلاستيك وفوطه وبسيبه لحد ما يكون دافي عشان يتقدم وهو سخن، علشان الجبنه كده تكون حلوه. فانا بقدمه معاكم تقريبا كده وهو بارد او دافي كده، حاجه بسيطه لان الولاد كانوا نايمين فما فيش حد مصربعني. بصوا لي بقى على التوريقات بتاعته وشوفوا لي كمان الجبنه ما شاء الله سايحه من اول حته الباتيه لاخرها، مش حته كده ملحوسه في النص وخلاص. قطعه الباتيه دلوقتي اذا كانت في المخابز او حتى في السوبر ماركت بتلاقيها قد كف ايدك وب20 جنيه، فتخيلي انتي ب6 كوبايات الا ربع حرفيا عملتي وليمه. الجبنه طعمها حلو قوي فوق ما تتخيلي، وطعم
الشوكولاتة كمان يغطي عليها، والشوكولاتة كمان هتلاقيها من اول القطعة لاخرها، تحميرها، التسوية، كل حاجة ما شاء الله مظبوطة جدا. حقيقي العجينة دي من احلى المعجنات اللي انا بعملها او ان انا بحب اعملها في البيت. بتسد معايا بقى في فطار، في عشاء. جارتي جات لي كده على غفلة ما عنديش حاجة، اعمل كوباية شاي بلبن وحتتين كده جنبها، صحاب ولادنا مش عارفة ايه، حقيقي بتسترنا كده في وطلع عندهم الحق اللي بيقولوا اللي من البيت اللي من غير دقيق حلو دقيق. حقيقي فعلا الدقيق في البيت سترة، اذا كان عيش، معجنات، مخبوزات، ايا كان. ما تنسوش ان الوصفة دي وصفات تانية كتير لكل الناس اللي بتحب المعجنات هسيبها لك في اول تعليق، حقيقي هتفيدك جدا. وبكده خلاص الفيديو بتكون خلص، اتمنى يكون عجبكم. مع السلامة.